احنا بنخاف لا تبطلوا تحتاجونا. انا عندي 3 صبيان، 2 منهم درسوا بره اوريدي، خلصوا اتخرجوا دلوقتي بيشتغلوا. psychologist شايفه ان this will expand، المادر شايفه انه لا، طب ما هو انا متاكده ان انا عايز اعمل كده ولا لا. تكوين الام جزء الايدنتيتي بتاعها بيشفت لما الولاد بتنطلق من البيت. لما كنت بحس انه انا فارقه معاهم كنت ببقى حاسه انه انا زرعت. هو ده حصادي. شايفه ايه افضل طريقه ان الواحد يجهز نفسه لفكره ان هو هيسافر بره لوحده؟ احنا اوقات بنتعامل مع ده لانه هسافر، هي ده الهدف، ده اخر حاجه في جيرني. الشباب اللي بيفكروا يطلعوا بره you will be uncomfortable. it's okay، ده معناه ان انا بكبر. شوف موضوع السفر ده بتبقى اللي هو ميك اور بريك قوي. هو في مرحله انتقاليه كبيره، تقبلي فكره ان انت بقيتي مستشار. محتاجين نديهم فرصتهم ان هم يكتشفوا اجنحتهم دي بتشتغل ازاي. انت اوريدي زرعتي، اتفرجي بقى على الحصاد. ازيك ازيك يا فارس؟ كله تمام، انت عامله ايه؟ الحمد لله انا زي الفل. انا متحمس الكلام اللي احنا هنقوله النهارده. انا اللي كمان انا قوي. عندي فرصه دلوقتي ان انا هتكلم مع وسايكولوجيست صح. اتنين في واحد. صح. طيب خلينا ناخدها من الاول كده خالص. مم. انا دلوقتي عايز اعرف رايك في فكره السفر للاولاد ان هم يدرسوا بره كسايكولوجيست وكأم. بص يا سيدي، انا عندي 3 صبيان، مم. 2 منهم درسوا بره اوريدي، خلصوا اتخرجوا دلوقتي بيشتغلوا، وواحد منهم لسه في مدرسه. اوكي. كبير كان في سويسرا، الوسطاني كان في هولندا، والصغير في المدرسه لسه. كانوا ايه الميجرز بتاع بص، الاثنين؟ كان هوسبيتاليتي، الكبير كان هوسبيتاليتي، والوسطاني كان بزنس ايكونومكس، اوكي. ولسه صغير مش عارف هيعمل ايه. مم. انا شايفه انه بتفرق قوي من شخصيه للتانية، بيهندل السيتويشن ازاي. هي تجربه مهمه، هي تجربه مهمه قوي. مم. انا كثيرابيست بقول انه ده بيعمل الشخصيه بتكسباند، انه في حاجات كتير قوي بتحصل هنا في مصر. احنا باي ديفولت شعب protective جد. of our own. مم. واحنا كأمهات ببقى عايزة ابعد عنه اللي يأذيه، ألم وراه، مش قصدي بس الحاجات اللي في البيت، بس قصدي ألم وراه مشاكله، اساعده، ببقى براقب وشه، اشوف هو موده شكله ايه النهارده، طب انا هعرف اسأل امتى فين وبتاع. خوفي انه ده هيروح مني مم. بيخليني اوقات ببقى عايزة اتفرمل شوية. ده السايكولوجيست شايفه ان this will expand، المادر شايفه انه لا، طب ما هو انا متاكده ان انا عايز اعمل كده ولا لا. مم. انا متفق جدا معاكي في بوينت اللي انا كواحد سافر، انا متفق جدا في حته اللي شخصيه الواحد بتكسباند. صح. انا بحس ان احنا لما بتسافر وبتبدا تتعامل مع الحياه لوحدك، بتبدا تعتمد على نفسك، بتبدا تتعامل مع كالتشرز مختلفه، تحس اكن البرسبكتيف بتاع الواحد بيوسع. يعني صح. كان نظره البني ادم للدنيا بتكبر صح. معاك. بس انا سألتك السؤال ده عشان انا امي حسيتها عانت جدا في فكرة ان انا ما بقتش جنبها. صح. عشان كده متخيله. انا يعني متحمس افهم او اسمع البرسبكتيف بقى بتاعة الام مش بتاعة الابن. طب خليني اعكس السؤال، قولي. هي عانت من ايه؟ من بعدك، من خوفها، من احتياجها هي ليك؟ بص هقولك، حاسس حاجات كتير. انا الابن الصغير مم. من 3 يعني احنا عندي اخين اكبر مني واخت اصغر مني. اوكي. انا الحنون عليها في العيله، اوكي. يعني هي بتاخد مشاعر مني انا. اوكي. ففكره ان انا ما بقتش موجود مم. دي كانت عامله، انا بحس كانت عامله لها حته خيال اللي هو الدنيا ايه. بقت ساقعه. هي صح. كانت بتقولها لي، حتى كانت بتقول لي حبيبتي. اللي هو ايه، انت كنت مدفي البيت. مم. فدي بالنسبه لها كان عامله لها مشكله، فكره اللي هو خلاص بقى ما بقاش موجود دلوقتي وبقى مم. بيعتمد على نفسه وخلاص مش محتاجني بقى وكده. فدي كانت مضايقاه على الحته دي. تعرف فارس، قبل ما تكمل خليني اقول لك انه الجزئيه اللي ماما حست بيها دي مهمه قوي في تكوين الام. م. تكوين الام جزء الايدنتيتي بتاعها بيشفت لما الولاد بتنطلق من البيت. م. انه طب يعني هو فكره انه انا برجع البيت مثلا من شغلي، بلاقي البيت زي ما هو متوضب، دي حاجه مقبضه جدا، لان انا متعوده ان انا بلم شرابات من على الارض وبشيل كوبايه احطهم في الحوض وبعمل مش عارفه ايه بتاع. فجأة بقى الدور ده هو مش محتاجني فيه، فماي ايدنتيتي بتتهز، بشفت
علشان ابقى بدل ما انا الام الهاندز اون ببقى الام الكونسلتنت. فمحتاجه اقبل الفكره دي. لو هو قاعد معايا في البيت، يعني لو ما كانش حصل ان انت سافرت وانت كنت هتبقى قاعد مع ماما، المده دي كانت هتطول، ان هي لسه الايدنتيتي بتاعتها از الام الهاندز اون لسه موجوده. فهي اتاخد منها ده فجاه واكتشفت انه دورها في حياتك اختلف، ودورك في حياتها قد كده كان مهم. انا يعني اول مره ابص عليها بالطريقه دي عامه، بس يعني it makes sense قوي فكره ان هي فعلا تحس انا وهي كان في identity crisis. انت كمان تعبت لما بعدت عنها هي بالذات؟ بصراحه مع اني على قد ما كنتش بحاول ابين لها ده، ليه عشان كان هيصعب الامور عليها اكتر. بحس تفتكر؟ حاسس يعني هي فيها حتتين بتبقى اللي هو ماشي، هو طب كويس ان هو كمان حاسس ان انا وحشاه، بس بحس انا وامي بالذات لا يعني حاسس كان ممكن هتتضايق اكتر لما ابين لها اللي هو انا تعبان او انا موجوع من فكره ان انا بعيد عنك. حاسس كان هيأثر عليها نيجاتيفلي اكتر. انت ايه رايك في الموضوع ده بقى؟ انا هقول لك ماي برسبكتيف، ان انا كان احساسي انه هما، انا علاقتي بولادي زي علاقتك بمامتك كده، انه لما كنت بحس انه انا فارقه معاهم كنت ببقى حاسه انه انا زرعت. هو ده حصادي. هو ده، عارف العلاقه بين اي علاقه في الدنيا فيها وين وين. اي وين مثلا لو انا بشتغل انا بدي مجهود، اي وين فلوس لو انا بيني وبين ولادي انا بربي بصرف بكبر بعلم. طبعا هما مش هيعملوا نفس الحاجه بالنسبه لي، بس هو ده الوين بتاعتي. الوين بتاعتي انه انا كان ليا افكت عليهم، انا ما ببقاش شايفاه بس هشوفه في وضع زي ده. هل انا عايزه اشوفه متألم؟ لا، بس الوجع اللي هو فيه او احتياجه لماما، مش احتياجه لماما بشكل عملي انها تطبخ له، بس احتياجه لوجود ماما ده يطمني انا انه I did something good. زرعت. سبحان الله. هو انا يعني انا امي استخدمت حتى نفس الميتافور بتاعت بجد؟ فكره ان انا زرعت بجد؟ وانتوا وانا مستنيه بقى الحق اشوف النتيجه بتاع، يعني سبحان الله بجد هي كانت دايما بتستخدم نفس الميتافور. يعني انت شايفه ان انا كان ساعتها المفروض ان انا احسسها ان هي وحشاني؟ مش عايزه احسسك بالذنب، بس حتى دلوقتي وانت في الوقت اللي انت فيه دلوقتي ده، لا هي محتاجه تحس ان هي ليها تأثير في حياتك، حتى لو التأثير العملي في حياتك اتغير او دورها العملي في حياتك اتغير لان انت بقيت شاب قد الدنيا، انما هي محتاجة تحس انه احنا بنخاف لا تبطلوا تحتاجونا. طب ليه الحتة دي؟ ليه فكرة الحب يعني كأم، انا مش عايز جنرالايز يعني، بس انا بتكلم دلوقتي بما ان انت جبتي البوينت دي كأم، ليه فكرة الحب ان انا لازم اكون محتاجك لحاجة معينة؟ ما هي دي، هو ده اللي انا بقوله. انا مش محتاجه ان انت تبقى محتاجني لحاجه معينه، انا محتاجه احس ان انا فارقه معاك. يعني شور انت you will survive من غيري، يعني انت من غير، انا مش عايزه ان انت من غيري تقع. تمام. بس عايزه احس انه في صدى، انه الحب ده رايح جاي. مفيش علاقه في الدنيا الحب فيها رايح بس هتنمو. انا ببقى محتاجه احس انه الحب ده رايح جاي، انه ماما عايزه اخد رايك في احط ملح ولا فلفل على اللحم، whatever it's that small. مش انه انا متقطع من غيرك ومش عارف، مش هو ده. لو كلمنا تاني في فكره السفر، انا احب احس انه ابني كأم وكثيرابيست مش عارفه افصلهم قوي من بعض دلوقتي، ان انا احب احس انه هو انا ربيت حد عنده متانه نفسيه mental resilience وفلكسبيليتي، انه هو يعرف يتأقلم على مجتمع جديد وعلى طبعا تعرف cultures كتيرة قوي بنكتشفها في تفاصيل صغيرة. فكرة مثلا يعني في فترة أنا كنت عايشة في هولندا مع أسرتي. اكتشاف إنه مفيش مكواجي ده كان شوكينج بالنسبة لي. مفيش مكواجي، ما عندهمش الفكرة دي أصلا. مفيش الكونسبت في دراي كلين. فكرة مكواجي مش موجود. فأنا بصيت لجوزي فده هيبقى دور مين حضرتك؟ خلاص بقى هاكلكوا كلكوا، حرام عليكوا يا ظلمه. خلاص
فالكالتشر في الحاجات الصغيره دي مم. انه الشاريو مثلا انت هتخش بيها السوبر ماركت لازم تحط فيها اليورو وهتاخده تاني وانت يعني التفاصيل الصغيره دي بتكتشفها. فانا حابه ان انا اكون ربيت ولاد يعرفوا يتأقلموا على حاجة زي كده ومن غير ما يتخضوا، من غير ما يكيش، من غير ما يحتاج ماما مم. في نفس الوقت، بس في نفس الوقت يبقى شخص solid enough ان هو يعرف انت مين، جاي منين، خلفيتك ايه. لانه في فرق ما بين ان انا افت ان، كلنا we want to fit in، انا مش عايزه ابقى the odd one out، وان انا ابقى I lose my identity فابقى شبه المجتمع اللي انا بقيت عايش فيه. دي حتة فعلا بحس ناس كتير جدا ما بتلاحظش ان هي بتعملها اصلا. صح. حتة الفيتنج ان يعني انا جات لي فترة اصلا لما سافرت انا فصلت عن كل الناس اللي انا اعرفها في حياتي. يعني انا ما بقيتش ارد في على حد مصر ولا في ولا مصر، هنا؟ اوكي. ما بقيتش ارد على اي حد. وخدت فترة كده نفسي اللي هو انا اقعد بس اشوف انا مين، يعني انا ايه شخصيتي. ما انا بقيت حاجة في النص ما بين الفارس اللي كان في مصر صح. وفارس اللي دلوقتي بقى في اسبانيا. فاللي هو خدت وقت لنفسي كده افهم بس بس انا انت رايح خدت فين. الوقت ده لان انت كنت حاسس انه التغيير اللي بيحصل ده انت مش هتبقى مقبول في المجتمع بتاعك في مصر وانت بتتشكل بشكل مختلف شوية. لا حاسس انا ما كانش فارق معايا حته القبول دي، بس انا كان اوكي. فكره بالنسبه لي، كان فكره اللي هو انا بدات اتغير مم. برتم سريع. فانا ما بقتش عارف الشخصيه الجديده دي هل ده انا فعلا دي اوكي ولا لا؟ يعني انا هل دي مرتاح. انا، هل ده انا فعلا، ولا انا ده بس اللي بيحصل دلوقتي عشان الظروف اللي انا فيها. اوكي. فانا ما بقيت تايه اللي هو انا مش عارف انا ده ولا لا. خدت وقت قد ايه عشان تعرف انت مين فيهم؟ لا هي خدت وقت، يعني خدت سنين. انا كهيلينج جورني مثلا قعدت مثلا اخر 5 سنين مثلا من حياتي. بس وانا هناك قعدت مثلا 2-3 انا منفصل، اللي هو سوليتيود بقى. انا قاعد ما في، انا قاعد لوحدي مع افكاري اشوف ايه اللي يطلع عشان اشوف هجي منين وجي ازاي. وتبدا بقى واحده واحده توصل للروت كوز بتاع كل بقى الاسامبشنز اللي عندك والايدنتيتي بتاعتك والبارادايم والسب كونشس شايل ايه، كل بقى الحاجات دي اللي هو تبدا بقى ايه تنفض كل الكلام ده. بس انت عارف يا فارس اوقات بنعمل كده علشان يعني بفصل عن الناس، بقعد 2-3 اللي انت بتتكلم عليهم دول زادوا او قالوا، بفصل عن الناس علشان انا مش عارف ابقى، مش بس مش عارف ابقى مين فيهم، انا مش عايزه ابقى انفلونسد باللي هناك او خايف احزن م- على بعدي من الكومفورت زون. انت بتخرج بره الكومفورت زون بتاعك م- قوي، م. فخايف احزن على الكومفورت زون بتاعي، فانا لا انا انتوا هركنكم على جنب شويه علشان ادي نفسي فرصه اتاقلم مع الجو الجديد والكالتشر الجديد. حصل كده حصل. معاك؟ صح. انا كنت بحاول افصل ما بين دي ودي، صح. اللي ده تشابتر وده تشابتر. صح. بحاول افصل ما بين دي ودي عشان بعد كده اعرف ارجع اتعامل مع الناس القديمه تاني بقى. صح. يعني بس اللي هو ايه، اريح بس من ده عشان اشوف الجديد بيقول ايه، وبعد كده بقى ممكن نتبالانس ما بين قديم والجديد مش بس البالانس، اوقات كمان لما بترجع لما بتكتشف الجديد وترتاح فيه، القديم بتحتاج تفلتره. طبعا. صح. طبعا آه. حصل فلترت ناس كتير قوي. متخيله. انا اصلا بالذات في الحته اللي انا ما كلمتش ناس فيها دي بقى، انا ناس كتير قوي قطعوا معايا اللي هو انت ما بتردش عليا ليه. في ناس يعني انا ما عملت كده اعتذرت اللي هو ماشي خلاص يا جدعان معلش. في ناس اللي قبلت الاعتذار ده ويا عم مفيش مشاكل، دول كده كده خلاص دول اصحاب. في ناس اتضايقت جدا، روح خلاص يلا حصل ألف خير. سلامة حصل تمام، خير ما جراش اتفضل. حاجة. طيب انت من وجهة نظرك انت شايفة ايه افضل طريقة ان الواحد يجهز نفسه لفكرة ان هو هيسافر بره لوحده؟ ان انت تجهز نفسك مهم. اولا تفرق قوي لو انت مسافر معك م. حد من صحابك، حد ما تبقاش مسافر لوحدك قوي. دي بتفرق قوي. ان انا احس انه في حد من كلاينتس بتاعتي سماها كده portable comfort zone. اوكي حلو عامة. الكومفورت زون المتحرك بتاعي. دي بتفرق. الحاجة التانية انه ما تتوقعش من نفسك، يعني خد بالك it's not the destination. احنا اوقات بنتعامل مع ده لانه هسافر، هي ده الهدف، ده اخر حاجة، عارف كده، زي نتعامل معاها على انه الفرح هو الجوازة. لا، ده احنا لسه ما قلناش يا صباح الخير، فاهم؟ ف it's not the destination اللي انت محتاج تبقى بتسعى لها قوي. في جيرني انت محتاج تقبل انه جوه الجيرني بتاعتك دي هيبقى زي ما بيحصل هنا في مصر، هيبقى في ايام حلوه، هيبقى في ايام وحشه.
محتاج تقبل ان انت هتبقى بتغلط وانت بتحل، انه مفيش حد هيحل لك، انه لو ضاعت منك محفظتك، ضاع منك باسبورك، انت هتحتاج تروح تحل المشاكل دي. محتاج تحط في بالك فكرة انه في اوقات هنهار، على فكرة هقفل على نفسي اوضتي في السكن ولا في الشقة اللي انا مأجرها ولا تافر وهعيط، اتس اوكي. انت لسه محتاج تمرن نفسك على انه دي شيفت هيبقى كبير قوي، هيبقى فيه جزء ممتع and so on، بس الشيفت الكبير قوي ده انت محتاج تبقى اوكي بفكرة انه مش دايما هيبقى لذيذ. في اوقات هتقول هو انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ طب ما كنت عايش في بيت اهلي وكان الاكل بيبقى جاهز وكانوا اصحابي في اخر الشارع وكان الدنيا الكومفورت زون لذيذ. بقى الواحد comfort انا zone. بشوفه تراب. صح. يعني فكره ان انت تفضل في الكومفورت زون دي طول حياتك. يعني انا اعرف ناس اصحابي مثلا هم في نفس السيركل بقالهم حاجه و20 يعني خلاص ما خرجوش عنها، فهو كبني ادم ما بيتطورش. صح. يعني انا بسافر واروح اشوف دول اشوف دول اشوف دول وارجع نفس البني ادم. صح. مفيش حاجه اتغيرت. ليه؟ مفيش جروث بيحصل في الكومفورت زون. دي حقيقه. you have to get، لازم تتضايق علشان يحصل تغيير، لازم تبقى uncomfortable عشان يحصل تغيير، which is a very important point. انه الشباب اللي بيفكروا يطلعوا برا you will be uncomfortable. it's okay. ده معناه ان انا بكبر، انا هبقى مش لاقي نفسي، انا هبقى مش لاقي الحتة اللي كنت بركن عليها، انا هخاف من حاجات، انا هحتاس في المذاكرة، انا هيبقى فيه، يعني احنا عندنا مثلا في مصر احنا شعب عشري، فان انت لو انت في الجامعه هنا مثلا انت هتروح للدكتور، تخش عليه المكتب تقول له دكتور انا محتاس في كذا، او حتى ايام ما انا كنت في الجامعه في بنات تخش الدكاتره تقول لها نتخانق مع ماما او متخانق مع صاحبي او وبنقعد نحكي للدكتور الحكايه دي. فهناك ده ايميل هيرد عليك لما يرد عليك، فاهم؟ فانت هتحتاج تبقى اوكي بانه انا هتضايق من حاجات بس انا I can handle. خد بالك يا فارس، بس عايزه اقول حاجه مهمه قوي، مش كل الناس فت. في ناس، في شباب they're not fit yet ان هم يعملوا عمل زي كده لوحدهم. لازم انت تبقى متأكد ان انت عندك mental resilience كفاية. راجع نفسك، شوف مثلا السنتين اللي فاتوا انا مريت بايه، هندلته ازاي، بانكت، احتست، محتاج اكلم حد عشان ينقذني من موقف، ولا عرفت اتصرف. ممكن ما اتصرفتش اصح حاجة في الدنيا بس عرفت اتصرف. راجع نفسك عشان تقول يمكن طب هدخل هنا سمستر وبعدين هسافر السمستر اللي بعده، يمكن محتاج اخد شوية coaching how to be stronger. فاهم؟ هي شخصيات فعلا. يعني هو على حسب البني ادم. شوف موضوع السفر ده بتبقى اللي هو ميك اور بريك قوي، اللي صح. هو انت لا الا هتطلع وهتعاني وهتطلع منها شخصية احسن او اقوى او افضل، لا الا الموضوع هيجيبك ارض خالص بقى اللي انت مش مؤهل زي ما قلتي، مش مؤهل خالص مش انت مؤهل. تتعامل صح. بالحاجات دي. صح. وانا اقدر اقول لك في الحته دي بالذات اللي انا شخصيه، يعني خليني كام بصراحه، انا شخصيه متدلعه جدا خلاص، بالذات وانا صغير كنت الولد الصغير في فتره طويله، فانا شخصيه متدلعه موت بقى. اوكي. فانا دي كانت حاجه من الحاجات اللي خلتني اعاني قوي في بدايتي في السفر، ان انا مش متعود على ده. مش متعود على فكره ان انا ده انا محتاج اطبخ ومحتاج اغسل ومحتاج انضف ومحتاج اكوي الحاجات دي بالنسبه لي كانت اللي هو ايه ده، انتوا عايشين كده يا جماعه الدنيا دي. ده كان بيتعمل لوحده عندنا في انا البيت. كنت بخرج بروح البيت الاقي كل حاجه جاهزه واللبس محطوط والاوضه متنضفه، فاللي هو انا رحت كده الحاجه مش بتتنضف ليه؟ هي الدنيا انا يا جدعان رحت الجامعه ورجعت السرير ليه لسه مش نظيف، ايه ده؟ فدي كانت حاجات انا محتاج واحده واحده ابدا ايه اللي هو لا خلاص نبدا وكلمت مامتي بقى قلت لها بقول لك ايه، طب انا عايز انضف الاوضه، طب المفروض اجيب ايه؟ هات 1 2 3. فبدات تساعدني واحده واحده، فواحده واحده اللي بدا الواحد يبقى يترانزيشن بقى اللي هو خلاص يبقى ريسبونسبل عن نفسه، ريسبونسبل عن حياته. فهي شخصيات زي ما قلتي فعلا. النقله خدت منك وقت كتير؟ مش حاسس. لا مش حاسس انا برضو كنت مسافر بحته اللي هو انا عارف ان انا واعي ان انا متدلع. اوكي. فانا كنت مسافر بمايند سيت اللي هو انا عايز بقى ريسبونسبل. اوكي. كنت واخدها كفرصه اللي خلاص انا مفيش حد. اوكي. اللي انا في مصر يعني اكتر من مره قلت اللي هو لا انا عايز ابدا اعتمد على نفسي، بس اللي هو ايه لما تحاول لما تحاول تعتمد على نفسك بعدين تلاقي حد بيقول لك طب لا خليني اعملها. طب طبعا ما تعملش. اوكي خلاص المره دي بس عشان خاطرك. صح. بس لكن انت هناك مفيش بقى مفيش حد خالص. لا تعمل لا خليك بقى قاعد في زريبه ولا تاكل ولا تشرب. ابني لما كلمني قال لي ماما هي الملاية مش بتتغير. تخيل يا حبيبي
مش بتتغير. ماما السراير هنا لا بايظه على فكره، حاجة انا سراير خرجت ورجعت بايظة، معاها لقيت الملاية السرير لسه زي ما هي. بتنعكش. صح، فاهمة جدا. طيب انا مريت وحسيت بفكره الوحده اللي اتكلمنا عنها كابن. احكي لي التجربه الوحده كأم عامله ازاي وبتتعاملي معاها ازاي؟ بس هقول لك حاجة يا فارس، م. انا كشخص ما عنديش مشكلة مع الوحدة خالص، انا بحبها. اوكي. ده كان حوار لسه كنت بكلم مع ابني فيه، بقول له، بيقول لي حتى يعني كان في حوار كده، فبيسالني بيقول لي انت ما عندكيش مشكله تقعدي لوحدك؟ قلت له لا. قال لي انا ما بعرفش اقعد لوحدي. قلت له دي حاجه انت محتاج تشتغل عليها. م. انه انا محتاج انجوي وحدتي. اوقات كتير قوي لما ببقى طول الوقت بدور على حاجه اعملها او حد ببقى معاه ببقى هربان، انا مش عايزه اقعد معاه، لان انا مش عايزه اقعد مع افكاري، لان انا مش عايزه اقعد مع مخاوفي، بالظبط. لان انا مش عايزه اقعد مع اللي انا زعلانه عليه، اللي انا ندمان عليه and so on. م. فبهرب. لو ما اتعلمتش ان انت يو انجوي وقتك لوحدك، كويس انك جبت سيره الموضوع ده، هتتعب قوي قوي لما تعيش بره. انت يو نيد تو بي اوكي بفكره ان انا هاخد العجله بتاعتي وهروح السوبر ماركت اجيب طلباتي وهنبسط بانه ايه ده، انا لذيذ مشغل مزيكتي بقى، انا سايق العجله فانا بعمل رياضتي منه فيه، انا هجيب الجبنه اللي انا عايزها، انا هصرف على قد اللي انا عايزه اصرفه. I need to be on a budget. اتعلم انه انت تعرف تقعد مع نفسك وتتبسط، ما تبقاش دي حاجه انت هربان منها. فانا ما عانيتش وحده، انا عانيت مش اسميها معاناه لانه دي كلمه كبيره قوي، انما انا افتقدت دوجتهم. افتقدت الدور بتاع انت راجع امتى، ما بقتش اصلا انت راجع، انا مش عارفه هو فين اصلا. فكره ان انا مش عارفه هو فين، فكره ان دي كانت انا حاجه دي كانت هو تمام. يعني هو طب انت عايش، طب انت كويس، طب انت بتعمل انت بتعك، اكيد انت بتعك، بس انا مفيش حاجه اقدر اعملها، مفيش ولا هعرف اصلا ازاي انت بتعك. احتجت الخطوه اللي بالنسبه لي كانت صعبه، هي انه انت محتاجه تثقي في اللي انت زرعتيه، لانه ده وقت الحصاد، فمش هينفع تزرعي دلوقتي. يا سلام، ده يعني بص محتاج حته كبيره، نقطه كبيره قوي ان الام توصل للحته دي. أيوه. يعني انا بكلم امي اصلا كتير في الموضوع ده، اللي هو بقول لها ماما انت ربيتي واحنا كبرنا وبقينا رجاله مسؤولين، بس انت بقى خلاص ما تقعديش بقى قلق بقى اللي هو اخوك عمل ايه، طب اخوك هيعمل ايه، مفيش بقى الكلام ده، خلاص انت ربيتي وكبرتي، بس بقى خلي وقت الماما. هي المشكله اللي هي انا بحس امهات عامه بتبقى، ودي حاجه حلوه يعني، هي حاجه مش وحشه، بس بتبقى اللي هو انتوا عايشين لاولادكم، صح، which is هي مش حاجه وحشه، صح، بس مش صح، مش 100% بالظبط، مش 100% صح برضه. مظبوط. ان احنا برضو ما احنا هنكبر وكل واحد هيبقى ليه حياته، فما بعد بقى يعني ما بعد اللي خلاص الاولاد كبروا وكده لازم بقى يبقى فيه ولادكم. احنا ناويين لكم على ولادكم. لا انا فاجيش في دماغي اصلا الموضوع ده. لا احنا ناويين على في يعني امهات كتير زي ماما كده، زي مامتك، اللي هي انا عشت علشان ازرع في ارض، يعني في ارضي اللي هي في حد تاني، وان انا اشوف ده بيكبر قدامي، ده اللي بيساعدها. هي ما اتعلمتش تبسط لوحدها، ما اتعلمتش انه من غير ما تبقى في احتياج ليها ان شيز اوكي. ف عشان كده انا متخيله ان ماما تجد صعوبه في حاجه زي كده، فهي مستنيه الاحفاد وهتكمل المسيره. استني شويه حلوين بقى. انتوا الثلاثه مش ناويين؟ لا يا شيخ، الاحباط ده حرام عليك. واحده انتوا مستعجلين ليه؟ طيب احنا انتوا كبرتوا على فكره يا جماعه، عادي يا جماعه، الله في ايه انتوا خلاص هو عشان بس دلوقتي خلاص كل واحد بقى قاعد زهقان بقى بيوم يخطب انا بقى اصل انا عندي الكبير لسه ما خطبش، بس الوسطاني خطب. اوكي. فانا حاسه انه طب خلاص انت هتتجوز شهر 10، قدامك 9 شهور حبيبي، عايزه بقى انا مش هفضله، بس انا عايزاه حتى ديدلاين انجزوا لي كده. انا عايز ارجع لنقطه حته الوحده دي، اللي انا يعني الحته دي في نقطه قلتيها انا متفق معاها جدا، فكره ان الناس ما بتحبش تقعد مع افكارها فعلا عشان الموضوع بيبقى صعب، دايما بيدوروا على اوتلت. صح. ما حدش بيطيق يقعد لوحده، فاللي هو طب نكلم بقى اصحابه، طب تعالى ننزل، طب تعالى نعمل. انا بحس
انا عايز اخد بقى رايك في الموضوع ده. شور. انا كفارس بشوف ان انا عانيت بالحته دي، بس كان في بيريد بوردم لازم تحصل. فكره ان انا اقعد، انا برافو كنت عليك. كتير جدا بقعد بالليل اوضه ضلمه، انا قاعد على الارض واشوف ايه الافكار اللي هتطلع، براقب افكاري، برافو ما عليك. بعملش حاجه، مش هتجادج، انا هراقب افكاري برافو بس ايه اللي عليك. هيطلع. حاسس ان ده مع الوقت خلى واحده واحده اللي انا ابدا افلتر اللي جوه، ابدا اطلعه واحده واحده وافرده قدامي واشوف طب ايه اللي غلط، طب ممكن اعمل ايه. فواحده واحده بدات احل المشاكل دي. فبالتالي دلوقتي انا بقيت بتبسط جدا اقعد لوحدي صح. برافو قوي، عليك. بقيت بحب قوي ان انا اقعد لوحدي ده لدرجه مديتيشن اللي انت بتقول عليه ده، صح؟ اه صح. فبقيت بتبسط جدا لدرجه ان انا يعني انت لو مش هتزود لي حاجه في حياتي بفضل اقعد حلوه لوحدي. ما تكملش في حياتي اصلا. ومش زود لي اللي هو حاجه ماديه، لا كلنا لو مثلا انا قاعد دلوقتي خلاص انا بتكلم معاك دلوقتي فانا مبسوط وبنضحك وبنهزر، انت كده زودتي لي حاجه في حياتي، اوكي. كملي في حياتي عادي. بس لو انا قاعد وما خدتش منك حاجه، انا مبسوط بحياتي زي ما انا، صح. انا مش عايز حاجه زياده. يعني انا بحس ناس كتير حتى بقى في حته يعني السيلف فاليو او السيلف ريسبكت، بيجي على نفسهم بقى اللي هم بيتعاملوا مع ناس ما بتحترمهمش او كده، مجرد فكره انا مش عايز ابقى لوحدي. الخطوات اللي انت خدتها انه انا هقعد مع افكاري وهشوف ايه اللي هيطلع و I'm not going to judge them، ده محتاج awareness و it's a very effective method. لو انت يعني بما ان انت عملته اكيد انت عرفت ان انت استفدت منه كتير قوي. بس انا عادة بخاف من الفكرة لحسن يظهر حاجة ما اعرفش اخلص منها. اكتشف مثلا انه انا بعد ما سافرت انا مش مبسوط. طب هعمل ايه؟ انا امستك، ما انا مش هينفع اقول لابويا انت فلوسك راحت، ومش هينفع اقول لمامتي انا راجع تاني مدلدل، انا مش هكمل. وده جزء كبير قوي من بيخلي ولاد كتير تكمل على فكرة. ده الضغط النفسي بقى. الضغط النفسي اللي انا بحطه على نفسي، ان انا مش راضي اعترف ان انا على فكرة. هو انا ممكن اعترف ان انا عندي مشكلة ومحتاجة مساعدة، مش معناه ان انا لازم الم شنطي وارجع. انا ممكن ask for help. الحاجة التانية انه مفيش فكرة بتبتدي متخلصش لو انا خبيتها. عندنا حاجة في علم النفس تقول ايه؟ افضح الفكرة. لما تفضح الفكرة it loses its balance او it loses its power. انما ما تفضل كاتم على الفكرة جواك بتكبر. حته السبكونشس، انت الفكره دايما بتبقى شغاله في السبكونشس، اول لما بتنور عليه شويه نور كده بس خلاص بتختفي. فانا اوقات بخاف اقعد لوحدي، مش انا يعني انا ما عنديش مشكله في القعده لوحدي، بس قصدي اوقات بنخاف نقعد لوحدنا علشان انا مش انا خايفه قوي الفكره تضطريني اتصرف تصرف انا مش عايزه اتصرفه، فمش هفكر فيها خالص. فهلي نفسي بقى في نس، في بلاي ستيشن، في وات ايفر. حاجات تانية كمان خد بالك، احنا برضو احنا في زمن اوفر ستيميوليشن قوي، احنا mentally stimulated زياده عن اللزوم جدا. سوشيال ميديا وبلاي ستيشن ومزيكا ونتفليكس وكل الحاجات دي شغاله في نفس الوقت وانا بذاكر. تمام، مفروض يعني. مش بعرف فكره قعدتي مع نفسي. احنا بقى زي ما انت قلت حته البوردم بقى كلمه عيب. ان انت قاعد زهقان دي كلمه عيب. انت مش مفروض ابدا تبقى زهقان، المفروض تبقى over stimulated all the time، which is عكس الحقيقه خالص. لانه creativity بتحصل في الزهق. فانا محتاج ادي 100%. جهازي العصبي وقت انه يهدى خالص، وانه الزهق ما تبقاش حاجه مخيفه. فانا بدور اهرب منها ازاي؟ بان انا اعمل 100,000 حاجه تانية ملهاش لازمه خالص. لا دي حقيقة فعلا. انا بحس احسن افكار جات لي في حياتي عامة كمان وانا قاعد زهقان، صح. وانا مش او انا بتمشى مثلا تلاقي افكار جات في دماغك. صح جدا. يلا. هو ده هو ده الوقت اللي انت فيه مدي مخك فرصه انه يفكر. انت مش بتحشيه، انت مديله فرصه ان هو يطلع الاوتبوت هو بتاعه. دي الاوفر سيميليشن، انت مخك عمال بيجيله انبوت، صح. فانا مفيش عندي الاتاحه ان انا اطلع لك، انا عمال exactly. بستوعب حاجات صح. بس. بالظبط فانت كده. لما تزهق وتقعد يبدا يطلع لك بقى حاجات تانية. صح جدا. طيب انت قلت دلوقتي اللي انت في 2 اوريدي سافروا وخدوا التجربه. طيب انت كأم بتعرفي امتى تتدخلي وامتى تسيبيهم هم يتعاملوا ازاي؟ good question يا فارس. بس انا متهيأليش ان عمري تفوهت بكلمه انت محتاج تعتمد على نفسك. ما يعني انا قلت اسال يعني هي برضه كأم لا I برضه. don't think يعني. بص، هي trial and error. انا طول الوقت لانه كل واحد فيهم شخصيه. يعني انا كل الثلاث ولاد مش شبه بعض. اوكي. ف
كنت انا يعني انا كشخص كان يفرق معايا قوي من وانا بربيهم وان هم اطفال انه الثيم بتاع علاقتهم بيا انه ماما is always there. اوكي. اي وقت هنحتاج ماما فيها هنلاقيها، مم. بس لازم نحتاجها. يعني فقصدي لما يلجأوا لي هأوفر اللي هم محتاجينه، بمعنى انه ماما مثلا انا خايف، طب احكي لي انت خايف من ايه. في شخص منهم في وضع معين بيحتاج حل، فاقول له طب احنا هنحلها بالشكل الفلاني. في واحد تاني بيحتاج فاليديشن لمشاعره، طبعا انا لو مكانك كنت هبقى خايفه برضه. اتس اوكي. طب انت شايف ان دي ممكن تتحل ازاي؟ فمحتاج يطلع هو الافكار. فاهم؟ فهي كل واحد حسب الموقف وحسب احتياجه. ما كانش عندي مساحه قوي ان انا يعني كنت بدي مثلا لو في حد فيهم كان مر بوقت هوم سيكنس عنيف قوي، كان مفتقد قوي البيت وكده، فكنت I make sure ان انا اكلمه كتير. مش اكلمه في الموضوع، بس اكلمه احكي له اللي بيحصل في البيت عشان ما يحسش قوي لو انا ان هو بعيد عن بعيد البيت. قوي. او مثلا لو جبنا مثلا علبة كلينكس جديد، فلو الحق بص جبنا علبة كلينكس دي، فيحس ان هو connected، فابتدى يهدى هو مع نفسه ويحس انه اوكي. ف it's very much trial and error. عايز اسالك سؤال مهم قوي بقى. اسألني. دلوقتي احنا مع تطور التكنولوجي والسوشيال ميديا والفيس تايم وكل الحاجات اللي طالعه، ازاي تقدري تحافظي على علاقتك مع ولادك من غير ما يحس ان انت يعني كاتمه على انفاس؟ طبعا كلام بصراحه يعني. أوكي. ان انا اخلق معاه روتين يناسبنا احنا الاتنين، برضو ترايل اند ايرور. يعني في الاول هيبقى انا كلمتك انت ما ردتش، معلش يا ماما اصل انا كنت في الكلاس، فهيبقى هو بيبرر وهبقى انا بعاتب عشان نطلع من لو الحته نسي دي. يتصل انت بقى خلاص بالظبط. بقى. لو نسي يتصل، طب انا خفت، طب انا اتوترت، طب انا ما عنديش طريقه اوصل لك بيها، انا بتاع. فعشان ما نخشش في الحته دي هنخلق روتين انه انت هتكلمني انت بتخلص كلاساتك الساعه كام يا حبيبي، او الصبح قبل ما تنزل كلمني بس قول لي يومك شكله ايه، اطمن عليك ويتاتش بيس، انا اكونكت انت هتكونكت وهنقفل عند كده. ظهرت اكتر من كده، انا احتاجتك في حاجه اكتر من كده، تبقى بلس، بس ما تبقاش نسيسيتي. بس يبقى انتوا منظمين احنا وقت، احنا بالظبط هنتكلم في كده. الوقت انت بالنسبه لك ده الوقت اللي انت تقدر تكلمني فيه، مظبطينه وممكن الوقت اللي انت تقدر تكلمني فيه ده هتكلمني فيه النهارده دقيقه لان انت مش فاضي، وممكن هتبقى انت قادر ترغي او انا عايزه ارغي معاك في حاجه، فبرضه هنشوف ما انت فاضيه اكلمك ربع ساعه، اكلمك عايزه ارغي معاكي في حاجه، طب انت فاضيه بتاع. ايوه ستريكت بروجرام يعني، بس مش قصدي ستريكت بروجرام عشان بس اللي هو الاون جوينج، بتشوفوا بعض بتسلموا وتكلموا على بعض تطمنوا على بعض. بالظبط كده exactly. حلو والله الاوبشن ده. لذيذ محدش يفكر في الموضوع ده. والله يعني عتاب بقى ومشاكل ومعلش يا ماما، طب يا ابني انت انا كشخص يعني عندي مشكله جامده قوي في الاحساس بالذنب. انا ما بحبش حد يتعامل معايا اوت اوف احساس بالذنب، ولا حتى اولادي. اوكي. فانه الكونكشن او كوميونيكيشن لو احنا ما بنيناهاش، هتبقى انت بتعملها عشان تسد بوزي، عشان ما احسسكش بالذنب. وذس از نوت، لا ده مش بيسس العلاقه الصح. فلو انت يوم يا سيدي انت مش فاضي، انت خارج، انت بتاع، مسج مام كله تمام، اطمني انا بس النهارده مش لاحق اكلمك، عادي اوكي مفيش مشكله. انا مش محتاجه اخد الموضوع شخصي انه يعني انت مش فاضي لمامتك مش فاضي لمامتك 5 دقايق، اوكي انه مش فاضي لمامته 5 دقايق النهارده. الله كلام جميل قوي بيتقال. نفسي كل امهات مصر يا جماعه اسمعوا اللي بيتقال بعد اسمكم، خلاص بنتعامل على اساسه بقى. طيب انتي من وجهة نظرك ايه بيبقى اكبر تأثير على شخصية البني ادم اللي بيسافر؟ بمعنى لا اشرح لي السؤال يعني فارس. ممكن ارجع بيك سنه لورا بس قول. عشان الكومنت اللي انت لسه قايلها على امهات مصر. عشان ده يحصل انا هنا بخاطب الامهات. ماشي. لازم يبقى عندك حياه بعد ما هو يسافر. شور هو واخد جزء كبير من تفكيرك، واخد جزء كبير من اهتمامك، لانه ده القلب. انما لازم يبقى عندك انت كمان. هو حياته اختلفت وانت حياتك محتاجه تختلف. انت هتبني حياتك بالفراغ ده ازاي؟ هل انت هتستني ما هو يكمل يملى الفراغ ده؟ مش وارد، مش عملي. فانت محتاجه تلاقي لنفسك حاجات بقى، حاجه هوبي انت كنت بتحبي تعمليها قبل كده، عمل خير، شغل، ايا كان، قرايه، عباده، whatever it is. بس ما تبقيش مستنيه
انه هيرجع تاني يملى الفراغ، لانه لما يرجع تاني مش هيبقى نفس الطفل او نفس الشاب اللي سافر، لانه هو هيبقى شخصيته اتبلورت، مش م. هقول اتحولت لان مش هيتحول، انما اتبلورت م. بشكل انت مش متابعاه بشكل يومي، فانت مش بانيه حياتك عليه. م. فارجعي ابني تاني الحته اللي بقى هو مش موجود فيها، لغايه لما انت نفسك تستقري على الايدنتيتي شيفت الجديده بتاعتك. كلام كبير قوي. كلام كبير كبير قوي فعلا. قوي قوي. وانا بشوف ان دي بقى المفروض تبقى يعني اللي انت لسه قايلاه دلوقتي المفروض يبقى الناس بتعمله في العلاقات عامة، يعني حتى صح، مش برافو عليك كأم جدا، صح جدا، وكابن، حتى كزوج وزوجة، صح كأي جدا. حاجة. ما يبقاش دي حياتك، هي حتة من حياتك. العلاقة مع مراتك، مع مامتك، مع أصحابك كائن حي، م. بيكبر، بيتغير، اهتماماته بتاخد شكل مختلف، الاوتلاينز بتاعته بتاخد شكل مختلف. فاحنا محتاجين نبقى اوكي بفكرة الاختلاف ده. الاختلاف مش معناه خسارة، الاختلاف معناه تجديد، فاحنا محتاجين نبقى اوكي في التجديد ده. كبني آدمين بس بنخاف من بنخاف، التغيير، صحيح، بنخاف من التغيير. صح، ده نحب طبيعة البني آدم فعلا ان احنا بنخاف من التغيير، بنبقى عايزين نفضل في الكومفورت زون، بس زي ما قلنا مفيش نمو، م. مفيش بروجرس م. بيحصل في الكومفورت زون. طيب نرجع بقى للسؤال. بليز، انا اسفة الأول. قطعتك. لا بالعكس، بالعكس، انا مبسوط جدا بالكلام اللي اتقال. فكرة الغربة بتأثر على البني آدم ازاي، وايه أهمية بقى ان انت يبقى عندك مرونة نفسية في الحتة دي بالذات؟ ان انا اتقبل اللي انا هتعرف عليه في الغربة، ده المرونة النفسية. ان انا ببقى less judgmental، احنا بنجادج قوي الحاجة اللي مش شبهنا تبقى وحشة، م. تبقى غلط. فبتعلم ابقى less judgmental، في نفس الوقت بتعلم افلتر. انا ممكن اقبل ده برايا، بس مش شرط ان انا اعيشه. م. يعني لو انا قابلت حد مثلا، احنا شعب متدين، م. فلو انا قابلت حد مثلا ملحد، اوكي، انا مش محتاجه ان انا ابقى مش طايقاه، او ان انا ما اتعاملش معاه، او ما تسلمش طب عليا، ما او whatever. بيضرنيش، انا ماليش دعوة. انما انا مش محتاجه اعتنق فكره هو برضو. م. ففي من ده كتير قوي بقى، م. في كتير قوي. مثلا طريقة نوم، طريقة صحيان، طريقة نظافة، طريقة أكل، طريقة مذاكرة، طريقة خروج، حفلة، مش عارف إيه بتاع. محتاج، هو ده اللي أنا ربيته، هو ده اللي بقول إحنا ربيناه، إحنا كأمهات م. وأبهات طبعا إحنا ربينا ده، زرعنا إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، إيه الصح وإيه الغلط. م. انت بقى بتاخد ده وتطبقه انت لوحدك، من غير ما يبقى فيه العسكري اللي هو ماما وراك بتقولك صح او غلط، اللي انت عملته ده ايه صح او ما يصحش. م. بتسمع صوت ماما جواك طالع كده كده لما بتبقى بتعمل حاجة نص كم، ساعات الصراحة، صح؟ ساعات بالذات إن... في البيت كده، اللي هو ايه، اكون مثلا حاطط حاجة اقول هرميها بعدين، مثلا اقول آه لا قوم ما ارميها هم دلوقتي. بعدين ما بيجيش، بعدين عمره ما بيجي. م. فإن أنا أتأقلم على الحياة الجديدة، بس أتأقلم عليها بمقاييسي، مش لازم أتأقلم عليها بمقاييس الناس اللي عايشاها، م. لأنه أنا محتاجة أفتكر برضو إنه أنا مش من الكالتشر ده، أنا هتقبله، هتعلم منه، هانتجريت فيه، من غير ما أنا أخسر الايدنتيتي بتاعتي. م. ان انا فلان، انا من البلد الفلانيه، انا من الخلفيه الفلانيه، انا بصدق في كذا ما بصدقش في كذا. هيبقى في questioning، شور، اسال، مفيش مشكله، انما ارجع تاني للبيس بتاعك وابني عليه، انما م. تهدش البيس بتاعك. طيب انت كأم شايفة ايه اكبر تغيير بالنسبة لأولادك من بعد تجربة السفر في شخصيتهم؟ قصدي شفتي تغيير ولا حاسة ان ما كانش الموضوع فارق قوي؟ شفت تغيير في آه، زي ما قلنا في الاول كده، شخصياتهم expanded، م. ان هم بقى عندهم تقبل لاختلافات م. اكتر بكتير قوي. بقى عندهم الجادجمنت اللي عندهم بقى اقل بكتير قوي. انه انت عارف بالذات في المدرسه، احنا بنتكلم على سن الجامعه بقى، اللي هيروحوا هيسافروا في الجامعه، المدرسه بتبقى شلاليه قوي قوي. م. فلو انت مش شبه الشله دي، خلاص انت منبوذ. في عالم الجامعه بالذات، الجامعه ابرود، في اوبشنز كتير قوي قوي ان انت تلاقي حد شبهك، م. فاهم؟ او ان انت تتقبل الحد اللي مش شبهك، لان انت اصلا مش شبههم، لان انت مش جاي من بلدهم. م. فانت نفسك بتبقى الشخص اللي مش شبه
الناس دي. فبتبتدي تتعاطف شويه مع الشخص اللي كان منبوذ، فتبتدي تعرف تتعامل مع الناس، بتبتدي تقبل حاجات كتير انت ما كنتش قابلها. فلان مثلا يلبس وحش، فلانه مثلا يعني مثلا فاكره مره في هولندا كنا قاعدين في كافيه معين كده، وكان في واحده من اللي قاعدين كان البت فار بتاعها كان في شعرها. الايه؟ زي ما بقول لك كده، كان عندها فار. ايه الجمله دي؟ صدقني عارفه ايه الجمله دي. البت فار بيخرج معاها بيقعد في شعرها، فبيقعد يتحرك. فاهم؟ اوكي. لو انت تعرفني انا يعني انا اكتر حاجه في الحياه بخاف منها في الدنيا هي الفار. فبالنسبه لي ان انا قاعده وجنبي واحده وبتكلمني وفي فار في شعرها وهي شيز اوكي يا استاذه في حاجه في شعرك بتمشي في حاجه في شعرك بتمشي. طب هي كانت ربطاه يعني بحق ولا متساب كده؟ لا مش متساب. لا هي سات هوم. ده كان هوم. تقول لك لو قلت لها حاجه تقول لا ما ده انا تقولش مدرباه. لا بالظبط. لا ما انا بخرجه النهارده الويك اند، فهو محتاج يخرج زيه وبتاع. فطبعا ده كان اكستريم تاني. فانت بتتقبل فهم رجعوا عندهم acceptance لحاجات كتير قوي قبل كده كانت بتوترهم جدا، بقوا بيعرفوا يتعاملوا من غير ما يخافوا من الاختلافات. دي اكتر حاجه حسيت بيها. طبعا رجعوا شويه فكره بينظف وراه وبيوضب اوضته وبتاع، بس دي قعدت مثلا ساعتين وبعدين ما كملتش. خلاص بقى ماما موجوده ما بدهاش بقى يعني بالظبط كده. لو جيت تتكلمي معاه يقول لك يا ماما ده عشان بس احسسك ان ايوه انا معتمد عليكي، او اقول لك ما توضبيهاش. فطبعا جدع صح استراتيجيه برضه. فبوضب بالظبط. هي استراتيجي عامه بتشتغل. طب انا عندي سؤال ممكن تحسي غريب شويه، بس بليز. انت ازاي او امتى بتفرقي ان انت تتعاملي معاهم كأم وانت تتعاملي معاهم كسايكولوجيست؟ طول الوقت بحط نفسي تحت اللايت ده لما يجوا هم تعملوا معايا في البيت على اني ماما، مش على ان انا سايكولوجيست. بس لما يجي حد فيهم بمشكله او انا حاسه ان هو بيتصرف تصرف انا عارفه الكور التحرك بتاعه ايه، طول الوقت بسال نفسي هو انت دلوقتي هتبقي ام ولا انت دلوقتي هتبقي سايكولوجيست؟ هو عايز يسمع مين فيهم؟ اوقات بسالهم عايز الرد الماما ولا عايز الرد السايكولوجيست. واوقات كتير هم يدخلوا في بعض، ان انا ببقى عارفه ابعاد اللي بيحركوا، فبتكلم من قلب الام اللي شايفه الحاجه اللي بتحركه، بس وعي الثيرابيست اللي عارفه تشاور له على الحاجه اللي بتحركه. فمش مش بعرف افرقه قوي للامانه يعني. بس هو طبيعي الموضوع بيبقى صعب، ان بالذات انا متخيل طبعا، انا يعني مش هقدر ريليت طبعا، بس انا بحاول اتخيل ان كأم عامه انتوا بيبقوا بالنسبه لكم انا عايز اعمل اي حاجه ان انا اساعد ابني، بس ساعات كتير بيبقى الحل الافضل ان انا اساعده ان انا اسيبه هو يشوف ايه الحل. تعرف يا فارس، اكتشفت حاجه اوفر الييرز اللي فاتت دي، انه عاده بالذات وانا بتعامل مع اولادي انه ان انا اقول حاجه انا شايفاها مش مهم رد الفعل، هما بياخدوا الحاجه ويفكروا فيها في وقتهم. يعني خد بالك انت بتصرف كذا لان انت مثلا خايف من حاجه معينه او شايل هم كذا او يور اوفر ثينكينج. لا يا ماما مش صحيح، انت هتعملي عليا دكتوره وبتاع. بيرجع يفكر في الحاجه بعد كده، حتى لو ما جاش قال لي على فكره طلع معاكي حق. انا بشوف التصرف اللي هو مبني على ان انا ربطت لمبه معينه في دماغه، فهو بقى عارف يشوف كويس. فمش بعتمد قوي على رد الفعل. دي حاجه مهمه عامه، بالذات الناس رد الفعل بيأثر قوي على الواحد، بالذات لو انت مش واعي هو بيمر بيه، او صح. هو المشكله جايه من حته ايه، فاساس يعني لو اداك رد فعل وحش عامه انت هتشوت بقى. لا خلاص. لا تمام. حلو قوي الكلام ده، مش مشكله. طيب حاسس احنا قلنا كلام كتير قوي حلو النهارده، وحاسس الناس كتير هيستفيدوا قوي بالحلقه دي، بس عشان نراب اب كده عايزك تدي نصيحه اخيره لاي اب او ام اولاده داخلين على تجربه السفر. دورك دلوقتي وهو داخل الجامعه، هو في مرحله انتقاليه كبيره. تقبلي فكره ان انت بقيتي مستشار، بمعنى انه رايك استشاري، ممكن يتاخد بيه وممكن لا.
مم. محتاجة تديله فرصة يغلط، وانتي عارفة انه هيغلط، هتقولي له رأيك في الموضوع كمستشار. مم. هيغلط طبعا، في حاجات مش هنسيبهم يغلطوا فيها، مفهوم. مم. انما محتاجة تديله فرصة انه يغلط، يتعلم من غلطه، يجي يطلب منك مساعدة. محتاجين نعرض او نلحقهم اقل، ومحتاجين نديهم فرصتهم ان هم يكتشفوا اجنحتهم دي بتشتغل ازاي. ف they fly on their own. مش سهل، وده بيبقى تدريب لينا احنا كمان قد ما هو تدريب ليهم هم. انتي اوريدي زرعتي، اتفرجي بقى على الحصاد. حاسس انا عايز اعيط. سوري. اتأثرت قوي انا بالجملة اسف، الأخيرة دي، اتأثرت بيها جامد. سوري. بس أنا مبسوط جدا يا ليديا إن أنا قعدت أتكلم ثانك معاكي يو، النهاردة انا بجد. اكتر. ثانك يو فارس. ويعني أنا متضايق إن أنا هنهي الحلقة دلوقتي، ثانك يو بس حبيبي. مبسوط جدا يعني. ثانك ميرسي جدا على النهاردة. ميرسي ليك.